الانتحار من منظور الأديان والمعتقدات ستلقيها الأستاذة أميرة العزو الناطقة باسم مجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي. راح نبدأ مع الأستاذة نصرية والمحور الاجتماعي. صباح الخير. رحب بجميع الحضور. بداية لتشكر مجلس المرأة شمال شرق سوريا لإحيائها هذه الندوة الحوارية. طبعا أنا نصرية محمود، إدارية منظمة زارة من المرأة. المحور الاجتماعي الانتحار أزمة نفسية أم خلل اجتماعي. تعريف الانتحار: الانتحار هو فعل إقدام الشخص على إنهاء حياته بيده عمدا وبوعي كامل ويعد تصرفا مأساويا يعكس معاناة نفسية أو اضطرابا شديدا. غالبا ما يرتبط الانتحار بمشاعر اليأس والحزن العميق أو مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق، وقد يكون نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية. الانتحار مشكلة صحية واجتماعية خطيرة تؤثر على الأفراد والمجتمعات، وتتطلب تفاهما وعناية ودعما نفسيا وعلاجا للوقاية منه. ولا يحدث بسبب واحد، بل هو نتيجة تراكم عدة عوامل لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب. هناك عدة عوامل أو عدة أسباب تدفع الإنسان إلى التفكير في الانتحار، منها الاكتئاب، الاضطرابات العقلية، الصدمات النفسية، الإدمان، الشعور باليأس، وفقدان الأمل، وغالبا ما يشعر الشخص بأنه عبء على الآخرين. كما أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية دور في تفشي الظاهرة بالتأكيد كالبطالة، الفقر، والتفكك الأسري والتنمر. كلها عوامل تؤثر على الصحة النفسية وتدفع البعض للتفكير في الانتحار كمهرب. والانتحار يعد من القضايا الاجتماعية والنفسية الحساسة التي تؤثر بشكل عميق في المجتمعات، وله تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على العادات والتقاليد. كيف يمكن أن يتحول العنف إلى الانتحار؟ العنف النفسي المستمر مثل الإهانة والتقليد من الشأن، العزل، التهديد، السيطرة، وهذا ما يمنعهم من المشاركة في الحياة العامة كالتعليم والعمل والسياسة. العنف الجسدي يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعجز والخوف المستمر. بعض النساء قد يشعرن أن الانتحار هو المخرج الوحيد للهروب من الألم أو الإذلال. العنف الجنسي مثل الاغتصاب أو التحرش، خاصة إذا كان من الشريك أو داخل العائلة. هذا النوع من العنف قد يسبب صدمة نفسية حادة تؤدي إلى أفكار انتحارية. الوصمة الاجتماعية: كثيرا من النساء يتعرضن للوم أو التجاهل عندما يتحدثن عن العنف، مما يفاقم الألم النفسي. زيادة المشكلات النفسية والاجتماعية: العنف ينتج عنه اضطرابات نفسية، تعاطي المخدرات، جرائم أسرية. تدهور الوضع النفسي والصحي للمرأة: المرأة المعنفة تكون في وضع نفسي هش، مما ينعكس على قدراتها في رعاية الأبناء وإدارة المنزل والعمل أو المشاركة المجتمعية. تأثير الانتحار على ما أعطى قول عن قتل النفس بشكل مباشر، بل أعطى قول إنه قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس. يعني هو وضح إنه الجسد فاني، الجسد هو موت للأرض، لكن الروح اللي بداخل الإنسان هي اللي ملك الرب. والحرب من 15 سنة تقريبا، فكلها كان في أسباب كثيرة أدت لزيادة هي الظاهرة عن السنوات السابقة. ضروري نحن مو بس نطرح المشكلة، إنما نعالجها من جذورها ونطرح الحلول. طبعا بعرف في بنهاية هي الجلسة في توصيات وفي كثير من الأمور اللي رح تؤخذ بعين الاعتبار، لكن أنا حابة شوي أتطرق لدور الإعلام، كوني أنا إعلامية وبشتغل بمجال الإعلام. كثير مهم كمان يصير في تشبيك بين المؤسسات والمنظمات وايضا وسائل الاعلام، لانه نعرف قديش في تاثير اليوم. 320 مسترشدات تم اختيارهم بشكل عشوائي من عده مواقع: المراكز والمؤسسات التابعه للاداره الذاتيه، الكومينات، المخيمات، مراكز ايواء المهجرين. الفئه العمريه من سن 13 الى 55 سنه. النتائج
الانتحار ليس قرارا نفسيا كما يبدو للعيان، بل نهاية مؤلمة لمسار طويل من المعاناة والصمت والتجاهل. إننا أمام ظاهرة تتطلب فهما عميقا واحتواء جادا وموقفا ليصل إلى الدعم والوعي والرأفة. تؤثر الحروب والنزاعات المسلحة سلبا على الصحة النفسية لكل فئات المجتمع، رجالا نساء أطفالا، حيث يواجه الرجل مشاعر العجز وفقدان الدور التقليدي كمعين أو حامل الأسرة، وهذا ما يؤدي إلى حالة من الاكتئاب الحاد، الانكسار النفسي، الاضطرابات ما بعد الصدمة، الميول العدوانية، القلق، نوبات الغضب، الانهزام. وعندما تزداد حدة هذه الأعراض تؤديه إلى القيام ندوة وسيمينار ما تشكري بعد دواي يا بيشي من رقة تشكر باجاري رقة وكسن يعني رقة ودردورة وطبقة وكوب يعني أما دابون تيدا جبرقو أف ديدارة خكوشتر براستيل باكروجلاتي سوري أم بيلين زي دابوية ما قصت أموكم مجلس أم كاري جنيت كن أم بعلي بكشيلن سر أفسد دميق وأف ديدار زي دبه وأم تشلو كارن شارسيل كي بيلن جبوقو أم ريل بيشياوي بقلن يعني أب بانير سر شار محورانه حقوقي نفسي أولهي وجواكي منظمات سارة على تيدمو بالاختناق سارة وكونغرس إسلامي ديمقراطي ودستياجن وما في مروفة هني مع السوري يعني محوري عول شخوا هذا بداوي كرن ونقاش قال لك تداكتنون بقوتو بيش كرن وهناك يعني وقت بي شارع سريجي هاتن قوتن تيده جوا أمشلو كارن ريل بربي ظاهري بقول أمشلو كارن شارع سريكي يعني وقت بيش كوكيش جزور عجير ببينن قال لك نرين هبو نرين جدا أنا أب محوري دوا أب خالد دوا رونشتن صار محوري نفسي دروني وإيه حقوقية الفيدا جوا بيني قاش كرن طبعا أم تخازن أم بهبرة وكجن وطبعا ندوا نجن تنين بيرجي هنا أم تخازن أم بجنج برجو أب مجار جرينج مالباتي تفدر جباكي تفدر لأن تايبة بجنيه فجبو أم بهبرة وقت هذا سريق ببين أم تشلو كارن من ريل بربقرو تايبة إنه أب ديدار بلاد بيحتاج نعمل شيء نهده وأب تشتك مؤشرك يعني قالك خطيرة مترسية شيء كل سر جباكي مترسية سر مالباتي شيء كه مترسية سر جباكا ما بقشتي شيء كه أم بهبين أم كاربن تشتكي جدر كبن جفيدا جو أم كاربن آل كاربن بقابك بربتشارة سريق جبو بيدي داره